النهارده جايين نتكلم عن موضوع رمضان اللي فات كله الناس كلها اتكلمت عليه، وخلّينا نحيي العمل الجميل بتاع مسلسل لام شمسية. لام شمسية ارتبطت خلاص في ذهننا بفكرة التحرُّش، التحرُّش بقى بالأطفال والبيدوفيليا زي ما قعدوا يقولوا، والتحرُّش بالستات وبالبنات وبكل حاجة. فوجئت بحاجة مهمة جدًا حصلت، طبعًا أنتِ عارفة إحنا الجروبات بتاعتنا على الgroups على السوشيال ميديا بتاعة الستات فقط بكوارث. كمية ستات طلعت قالت كلام أنا بالنسبة لي مرعب. اكتشفت إن مش عايزة أقول إن 99% من الستات اتعرّضت للتحرُّش سواء وهي صغيرة أو وهي كبيرة، بس أكتر وهي صغيرة. واكتشفت إن ناس كتيرة أوي لسه لغاية دلوقتي مش قادرة تتخطّى برغم إنها بتكون كبرت واتجوّزت وخلّفت، وهي لسه عايشة بصدمة بتاعة التحرُّش اللي حصلت لها في سِن معيّن، وعادةً بيكون في سِن الطفولة والمراهقة. حقيقي، حقيقي. إيه، يعني الموضوع ماله اتفجّر فجأة كده ليه، وهو ليه أصلًا ما كناش بنتكلّم فيه؟ يعني إيه اللي حصل فجأة من خلال المسلسل أو إيه الطفرة اللي عملها المسلسل خلّانا فجأة كلّنا بقينا بنتكلّم في الموضوع ده؟ لا مش سر، عشان كان سر، كان عيب، كان تابو، كان غلط، كان حاجة هتعلّم علينا إن إزاي أصلًا إحنا بنتكلّم في الموضوع ده. هو فعلًا خلّينا نقول قد إيه دي كانت شجاعة، اللي أنا سمعت إن هُم بقى لهم 5 سنين تقريبًا بيكتبوا المسلسل وبياخدوا عليه موافقات، يعني الموضوع ما طلعش بسهولة. الطبخة بتطلع علشان المجتمع كان يبقى جاهز النهارده إن الناس تخش، الستات تخش على جروبات الستات وتتكلم. حقيقي دي شجاعة، مش بس جروبات الستات، إحنا نمنا صحينا بعد كام حلقة لقينا الفيسبوك متغطي، كل الناس بتتكلم، بوستات بوستات بوستات، كله بيتكلم على نفس الموضوع من الناحية الطبية ومن الناحية السيكولوجية، والناس بتعبر عن اللي جواها. إن إحنا نحكي، نتكلم، نشيل الغطا، السر المستخبي دوت جه الوقت إن هو يبان، كأننا في سنة الكشف. صحيح. فهو دوت بيتكشف. أنا بقى بيكتشف لي دوت ولا بيتكشف لي دوت بقالي أكتر من سنتين ونص في عشان ده أغلب التخصُّص السيشنز بتاعِك، بس أنا اللي محتاجاكِ قبل ما بتجيلي. نبدأ تعرّفي الناس إيه بالضبط التخصُّص بتاعِك في موضوع الصدمات الجسدية. خلّينا نقول إن إحنا اتعوّدنا دايمًا في الثيرابي، يعني بييجي من الطب أو بييجي من أخصائي نفسي أو حتى بييجي من الlife coaching، الأساس بتاعه دايمًا إن إحنا بنتكلّم. يعني باجي لِك أقعد على الكنبة وأقعد أتكلّم معاكِ وأقول لِك إيه اللي مضايقني. هل ده بيفيد؟ بيفيد جدًا طبعًا، لإن الكلام بيريّح، وبعدين كمان مُخّي بيشتغل وأنا باسمع نفسي أنا باقول إيه، فابدأ ألاقي حلول أو أفكّر بطريقة مختلفة، فأشوف مشكلتي أو وضعي بطريقة غير. بعد كده الدنيا تقدّمت شوية والناس بقوا يتفاعلوا مع مشاعرهم. فطَب أنتِ حاسة بإيه؟ الكلام اللي أنتِ بتقوليه دوّة مخلّي إيه المشاعر اللي عندِك؟ فبدأنا نوصّل أفكارنا بمشاعرنا. الأفكار دي بتخلّي مشاعري عاملة إزاي، إيه الfeelings أو الأحاسيس اللي عندي. جينا بقى للحتّة التالتة، ودي بقى اللي هي كانت كإننا نقول إيه، الin what's happening now، ناس كتير جدًا بيتكلّموا فيه زي لام شمسية كده بالضبط. الsomatic المدارس اللي ليها علاقة بالجسد. كلمة soma أصلًا يعني body باللغة اللاتينية، فهي الحاجة التي ليها علاقة بالجسد. ليه بنقول إن هي مهمة؟ لإن جسمي عنده ذاكرة، يعني زي مش بس مُخّي اللي عنده ذاكرة، جسمي كل خلية من خلايا جسمي صحيح. عندها ذاكرة، يمكن وكل عضو. ده اللي بيخلّينا لمّا بنفتكر حاجة فيها تحرُّش أو فيها حاجة، تبتدي دمِّك يتحرق، تبتدي تتغاظي، تبتدي تحسّي بمشاعر سلبية، دي أعتقد من ضمن الذاكرة والله الجسدية. يا رباب كل حاجة، مش بس التحرُّش بتاع دوّة، أنا أي حاجة بتضايقنا وبنكبتها، إيه اللي بيحصل؟ بنعيا.